انا عندي 20 لاعب الحمد لله. على فكره اليد امبارح يمكن خسر، بنقول مبروك لنادي الزمالك، بس الحمد لله من 4 بطولات اليد كسب 3، فالحمد لله رب العالمين. لكن اللي انا عايز اقوله النهارده النادي الاهلي محتاج بصه شويه من وزير الشباب والرياضه، زي ما بنبص لانديه ثانيه لازم نبص للنادي الاهلي. انا بكلمك بقى كامين صندوق وراجل مسؤول عن خزينه النادي الاهلي. ما انتوا برضه بتصرفوا كتير. وفر ال 2 مليون دولار اللي هتدفعهم بتوع الكهرباء دول، وخليه يروح يشوف حاله في اي حته تانية، مش لازم كهرباء يعني. طب بقول لك ايه يا عم، شفت الكره اللي كهربا حطها؟ شفت حطها صح، فوق الماس. حلو ايه؟ حطها صح جدا، صح؟ صاروخ، يعني حاجه جميله جدا، صاروخ. لا ان شاء الله ربنا يكرم. انا بس قلت يعني فرصه انك انت عمرو اديب وبرنامجك مشاهد، فلازم بس اقول اللي انا يعني اللي انا حاسس بيه، واللي انا محتاج ان لازم الناس تفهم والدوله تعرف ان النادي الاهلي محتاج دايما دعم من الدوله، لان النادي الاهلي زي ما قلت مصدر سعاده الشعب المصري، مفخره لمصر كلها، فلا بد ان احنا نبص له شويه، بالذات ان احنا داخلين على حاجات كتير قوي. والله يا خالد يعني اي يوم هبقى فاضي فيه نلم فلوس للنادي الاهلي، قلبي بيتقطع عشانكم والله يا ابني. يعني فجأة كده لا بقول لك ايه، احنا صعبت عليا، الاهلي صعب عليا. عمرو هيعيط. لا ما تعيطش، تعيط على حالكم يا عمرو، تعيط على حالكم. حالنا هيبقى زي الفل ان شاء الله، ومفيش حد هيبقى زينا، وهنلعب بالفلوس لعب ان شاء الله باذن الله. ربنا يسهل حبيبي. ماشي.